لوبيتيغي يخطط لإحداث ثورة في صفوف ويست هام، ونايف أكرد أكبر المتضررين. كان القرار الأول لمدرب نادي ويست هام الجديد جوليان لوبيتيغي صادماً للغاية، ولم تصدق جماهير الهامرز أنه سيفعل ما سيفعله، لأن الأجندة التي جاء بها ظهرت نواياها منذ الساعات الأولى بعد التعاقد معه. تصرف في غاية التسرع لم تتوقعه جماهير الهامرز يخص مستقبل نجمنا المغربي أكرد. كل الجماهير المغربية سوف تشعر بالضيق من تصرف لوبيتيغي العاجل حتى قبل اجتماعه مع لاعبي فريقه الجديد، ولكن يبدو أن المدرب الإسباني لن يرحم أحدا في ويست هام، وأولهم أكرد نفسه الذي كان مدافعا أساسيا رفقة المدرب الذي تعاقد معه ديفيد مويس. وبعد رحيل الإسكتلندي جاء أول تهديد لأسد الأطلس من لوبيتيغي، وجماهير المطارق تمنته أن لا يفعل ذلك وأن يأخذ وقته للتفكير، ولكن الأخبار انتشرت في كل مكان، ويبدو أن لوبيتيغي وضع خطة كاملة قبل الموافقة على تدريب ويست هام واجتماعاته مع مجلس الإدارة واللجنة الرياضية للنادي اللندني. كان بها أسماء مطروحة على الطاولة كصفقة مدافع نادي وليفرهامبتون ماكس كيلمان، الذي كان أحد المتألقين مع لوبيتيغي خلال فترته في ملعب المولينو. ولهذا اتفقت أغلب المصادر الإنجليزية ومن ضمنها صحيفة السان وديلي ميل على أن كيلمان هو المطلب الأول لويست هام في ولاية المدرب الجديد، الذي أشاد بإمكانياته وعبر عن ثقته في تطوره، حتى على الرغم من عدم توجيه الدعوة له لتمثيل منتخب إنجلترا في اليورو. وأشارت المصادر إلى أن ويست هام سوف يبدأ مفاوضاته مع الوولفز في أقرب وقت تلبية منها لطلبات المدرب الإسباني الجديد، الذي طلب ضم 4 لاعبين هذا الصيف، وهو يعي جيدا أن خط دفاع ويست هام هو أضعف حلقاته بإجراء تقييم سريع لإحصائيات الموسم الماضي. وبما أن كيلمان مدافع قيمته تتجاوز 40 مليون يورو ويلعب بالقدم اليسرى، فهو قادم لتهديد واحد من المدافعين الأساسيين كورت زوما أو نايف إكرد، مع ارتباط الإيطالي أغبونا بالرحيل عائدا إلى الدوري الإيطالي. وتمنت جماهير ويست هام ألا يأخذ كيلمان مركز لكورد الأساسي في الفريق، وأن يتشاركان سويا حماية عرين الحارس ألفونسو أريولا في الموسم المقبل. وحتى الآن لم تظهر بوادر حول موقف لوبيتيغي من أكرد، ولكن قدوم قلب دفاع جديد سوف يزيد المنافسة بشكل بديهي على المراكز الأساسية.